لو حضرتك مريض سكر فده معناه ان عندك فرصة تحافظ على صحتك بشكل كبير جدا لو تابعت كويس، وده لان مرض السكر مش خطير في نفسه، لكن خطورته الحقيقية في المضاعفات اللي بتحصل لو مش متظبط. في الفيديو ده هقولك ايه اهم المضاعفات اللي لازم تاخد بالك منها وازاي تتجنبها. اكتر حاجة بنشوفها مع عدم ضبط السكر هي مشاكل الاعصاب، تبدأ بتنميل في الرجلين ولو اتساب ممكن يوصل لفقدان الاحساس بالكامل. كمان في تأثير مباشر على الكلى، السكر ممكن يضعف وظائف الكلى تدريجيا وده بيظهر في تحليل الزلال اللي لازم نتابعه كل 6 شهور على الاقل. العينين برضو من اكتر الاعضاء الحساسة، ارتفاع السكر لفترات طويلة ممكن يعمل اعتلال في شبكية العين، ده بيأثر على النظر لدرجة ممكن توصل لفقدانه لو مفيش متابعة. ما ننساش القلب والشرايين، السكر بيزود فرص الجلطات وارتفاع الدهون معاه ويخلي الشرايين اضعف. في الجلد والجروح برضو، الجروح بتلتئم ابطأ بكتير، ده بيخلي ابسط اصابة ممكن تعمل مشكلة كبيرة لو ما اهتمتش بيها. لكن المهم هنا ان 90% من المضاعفات ديت ممكن نتجنبها لو السكر مظبوط وتابعت التحاليل والتزمت بالادوية والاكل الصح. لو عندك سكر او حاسس باي اعراض من اللي قلناها ما تتأخرش، تمنع اي مضاعفات قبل ما تحصل.